السلام عليكم. اليوم أقدم لكم طريقة عمل معكرونة الدجاج بالبشاميل. مكوناتها صحيح شوفوها هواية، لكن طريقة عملها سهلة وطعمها جدا طيب. المكونات اللي أحتاجها هي المعكرونة، أكيد أي معكرونة أنتم تفضلوها. المقدار اللي استخدمته أني اليوم هو ربع كيلو، يعني 250 غرام. هذه المعكرونة أحتاج وياها للسلق مي وحامض، واستخدم وياهم ملح وزعتر ونعناع وثوم باودر ورشة فلفل اسود. هاي اللي يخص المعكرونة فقط. اما بالنسبة للحشوة، الحشوة تبقى حسب رغبتكم، اي شيء انتم تحبون تستخدموه، لكن انا اليوم استخدمت هذه الحشوة وحبيت اذكر لكم اياها، اللي هي الدجاج قطعته بهذا الشكل قطع صغار، صدور الدجاج يعني، وبصل ايضا هم قطعته صغار، وطماطة قطعتها صغار، وفلفل اخضر حلو ايضا مقطع صغار. طبعا كل الكميات يعني الخضار والدجاج كلهم بنفس الكمية، اي كمية تستخدمون. انا هذا استخدمته حبة بصل كبيرة وحبة طماطة. طبعا يعني انا هنا اليوم استخدمت نص صدر دجاج وياه قطعة بصل كبيرة وقطعة طماطة كبيرة وقطعة فلفل ايضا كبيرة. وهنا أنا حبيت استخدم وياها الزيتون الاسود المقطع وجبن الموزاريلا. هذا يعني يبقى اختياري، مو لازم تستخدموه، لكن هو اذا استخدمناه ينطي طعم اطيب. وياهم احتاج بابريكا. هواية اخواتي يسألوني عن البابريكا. البابريكا الفلفل الحلو البارد. واحتاج وياهم ثوم باودر، واحتاج وياهم بهار القص شاورما الدجاج، واحتاج وياهم زعتر. الزعتر ينطين طعم جدا طيب. واحتاج وياهم نعناع وملح. اذا ما يتوفر عندكم الثوم الباودر تقدرون تستخدمون الثوم الطازج. هذا فيما يخص الحشوة. اما للبشاميل، هنا احتاج كوب طحين عليه رشة فلفل اسود وعصير نص ليمونة وبيضتين، اذا تحبون بيضة واحدة عادي يصير، وملح وزيت، وثلاث اكواب حليب. اذا ما يتوفر الحليب السائل عندكم عادي الحليب المجفف وتحلوه، سووا 3 اكواب. هنا الزيت اللي استخدمته انا زيت زيتون، تقدرون تستخدمون الزيت عادي ما عليه شيء. هذا البشاميل طعمه جدا طيب وشغله سهل. هسه المرحلة الأولى من شغلي أبدي أجهز المعكرونة. المرحلة الأولى من تجهيز المعكرونة أضيف المي، يعني أملي أكثر من نص القدر. أنا بعد ما نزلت المي راح أبدي أنزل هذه الخلطة كلها، يعني الزعتر والنعناع والثوم والفلفل والملح. هذه المكونات تنطيني طعم جدا طيب للمعكرونة. أضيف وياهم الحامض. هاي هسه اتركها تفور وبعدين اضيف المعكرونه عليه. هذا هسه المي بدا يغلي عندي فور، راح انزل المعكرونه. اليوم استخدمت هاي المعكرونه الملونه، بعد انتم حسب رغبتكم اي شيء تحبون تستخدموه. هسه احركه حتى لا يلتصق. هاي هنا شوفوا خليتها تفور بعد ما نزلت المعكرونة. طبعا ما تغطوا القدر، خليتها تفور تقريبا هنا 15 دقيقة، يعني حسب النوع المعكرونة تستخدموه انتو. انا اخذت من عندي 15 دقيقة وحسيت الحبايات كلها تفتحت. هسه راح اطفيه واصفيها. هاي هنا بعد ما صفيته راح انزل عليه هيك مي بارد، طبعا كمية مو هواية، هذا المستوى يكفي. نقلب. طبعا كمية المعكرونة والحشو هاي اللي تقيدون بها على حسب حاجتكم انتم. هسه المرحلة الثانية ابدي اجهز البشاميل. انزل طحين واضيف عليه الزيت. طبعا انا قلت لكم استخدمي زيت زيتون، لكن زيت عادي ايضا يصير. هسه شغل الحرارة وابدي احركه وياه. اريد حبات الطحين كلها تتجانس ويا الزيت. هاي هنا شوفوا خليت له زيت تقريبا نص كوب.
هذا المستوى يكفي، حركة هيك بسيطة. هسه أطفي الحرارة عليه وأبدي أضيف له الحليب، لكن من أضيف له الحليب لازم أحركه حتى لا يتكتل. أبدي بعد ما طفيت الحرارة أنزل الحليب، شوفوا أنزل شوية شوية وأحرك هيجي حتى لا يتكتل عندي. هسه استخدم الخفاقة اليدوية حتى يكون أسهل علي بالشغل. إذا تحبون تستخدمون الهراسة عادي. شوفوا كل هذا شغلي بدون حرارة. شوفوا هسه تمازجة زين، راح أضيف بقية الحليب وأخلط مرة ثانية. هسه بعد ما حركته ارجع احرك هيجي حتى اطمئن ما بي اي تكتلات. هسه راح ارجع اشغل الحرارة، لكن لازم ابقى احرك بيه، لان اذا تركته راح يتكتل عندي. احركه بهذا الشكل الى ان يثخن مرة ثانية. هاي هنا شوفوا ظليت احرك بيه. طبعا يتكتل عندكم بالبداية، لا تخافون، هذا الكلام خاصة المبتدئين، خاف تقولون خرب، لا معليش، ضلوا تحركون بهذا الشكل بحركة دائرية الى ان يثخن ويصير بهذا المستوى. شوفوا، لكن على حرارة هادئة حيل حتى على راحتكم. هذا هسه هذا المستوى يكفي، اطفي الحرارة عليه واتركه على جهة حتى يبرد. هنا البشاميل صار عندي جاهز، شوفوا خلطته، هذا بعد ما برد. هسه اضيف عليه البيضتين. البعض اذا ما يحب نكهة البيض يقدر بيضة وحدة حتى يقلل يعني، لكن هو طعمه طيب. واضيف الحامض واضيف الملح واخلطهم. هاي شوفوا اخلطها هيجي. هسه بهاي المرحلة راح ابدي اجهز الحشوة. انزل البصل، هذا البصل هنا ضفت قبله زيت عادي يعني زيت طبخ العادي، واخليه ياخذ حمسة بسيطة يعني. هسه هذا انحمس هيك، هذا صار بيه لون. الحمار حلو قلت لكم يعطينا طعم جدا طيب. بالنسبة لصدر الدجاج ابدي انزل صدر. هنا بس صار قطع الدجاج لونهم ابيض، راح ابدي انزل الفلفل، لان الفلفل شوي يحتاج حمس حتى يذبل يعني. البعض يستخدمه بقية الخضروات تكون نية ويدخلهم للفرن عادي على راحتكم، لكن انا افضل اعطيهم حمسة خفيفة يكون اطيب طعم. هاي هنا الفلفل والدجاج خليت تقريبا 3 دقائق. شوفوا انحمى زين. هسه راح هيك اسوي هنا فتحة بالوسط وانزل بيها الطماطة اريدها تتشوح. راح ابدي اضيف لهم البهار والملح كلهم. هاي خلطة البهارات تنطيني طعم جدا طيب، يشبه البيتزا يعني نكهتها تكون. هسه اخلطهم. هسه خلطتهم ياخذون فد حركة بسيطة هيك على الحرارة حتى ياخذون نكهة البهار. هذا المقدار يكفي. هسه اطفي عليهم الحرارة. هاي هنا جهزت البايركس وخليت بيه زيت قبل المعكرونة ونزلت نص من المعكرونة. هسه بعد ما انزلها راح انزل نص من كمية الحشو. افتحها هيك عليها. هنا هسه راح ابدي انزل الزيتون. هسه اخلي رشة جبن بسيطة. جبن استخدمته موزاريلا، لكن تقدرون تستخدمون القشقوان او اي جبن انتو تفضلوا. رشة بسيطة من الجبن. وهسه راح اخلي طبقة خفيفة من البشاميل. احاول هيك اسويها.
هسه راح ارجع اضيف بعد طبقة من المعكرونة. بعد ما خليت الطبقة الثانية الحشو راح اخلي زيتون. هنا بعد ما ضفت الزيتون راح ابدي انزل الطبقة الاخيرة من البشاميل، انزلها كلها. هنا أنا بعد ما سويت البشاميل على الوجه راح ابدي اضيف الجبن بهذا الشكل. طبعا انا مشغله الفرن على 200 النار الجوانية. ومن هنا بعد ما خلصت الجبن راح ادخله الفرن. طبعا انا الفرن مشغلته على درجة حرارة 200 اول ما بديت اخلي طبقات المعكرونة والبشاميل حتى يكون حامي حيل. خلصتها وهذا شكلها النهائي. شوفوا شكلها قد حلو وطعمها جدا طيب. خليتها على درجة حرارة 200 بس النار الجوانية على اول راق. خليتها تقريبا 45 دقيقة بحيث يعني هي الحرارة نفسها الجوانية شوت لي الوجه الفوق. هذا شكلها النهائي. ان شاء الله جربوها وتعجبكم. وهسه كلش حارة ما اقدر اقطعها واصور لكم اياها. اذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة والاعجاب والمشاركة حتى تعم الفائدة من مطبخي فارس.